كنت قريت في كتاب قبل كده عن حاجة اسمها النفس الحقيقية، اللي هي نفسنا احنا الحقيقية، والنفس الظاهرية. النفس الحقيقية ده انتي زي ما انتي بطبيعتك. النفس الظاهرية هو ده الشكل او الصفات او الطريقة اللي انتي بتتصرفي بيها قدام الناس، اللي هي غالبا مش بتكون شبه نفسك الحقيقية. مثلا ان انت بتعملي تصرفات على عكس طبيعتك عشان انت مثلا حاسه ان انت مش مقبوله كفايه، او عشان تكسبي قبول الناس، او عشان ده اللي المفروض تعمليه، او عشان الناس اللي انت قاعده معاهم انت مش شبههم، فبتعملي حاجات معينه عشان ان انت تبقي يعني ايه متوافقه معاهم. وده مع الوقت بيعمل مشكله، ان كل ما الفجوه او الفرق ما بين نفسك الحقيقيه ونفسك الظاهرية كبر، كل ما ابتدى يبقى يحطك تحسي انتي بتمثلي او بتفيكي او تحسي ان هو بيحطك، بيعمل مشكلة، ممكن توصل لاكتئاب ومشاكل نفسية كتير. تحسي انتي بتمثلي، انتي مش على طبيعتك، ده مش انا. فكل ما الفجوة ما بينهم، ما بين نفسك الحقيقية ونفسك الظاهرية كبرت، كل ما ده بيسبب لك مشاكل، لانك طول الوقت تبقي حاسة ان انتي بتمثلي. في صراع جواكي، ده مش انا اللي انا بعمل كده. فده بيخليكي طول الوقت حاسه تحت ضغط، خايفه تغلطي، خايفه تعملي حاجه تكون مش مقبوله. فالضغط والتمثيل المستمر ده بيعمل مشاكل نفسيه. والتوتر ده بيخليكي طول الوقت حاسه ان انتي في صراع، فانتي مش على طبيعتك. وده ممكن يوصلك انك توصلي لدرجة ان انتي مش حاسة بنفسك الحقيقية، تفقدي احساسك بيها، لدرجة ان انتي من كتر التمثيل ومن كتر ان انتي ده مش دورك، ده مش انتي. ف... فتفقدي احساسك الحقيقي بنفسك، لان انتي طول الوقت بتمثلي دور مش بتاعك او دور مش مرتاحة فيه. مش بس في تصرفاتك، ده ممكن يوصل كمان ان انتي تبقي ليكي مثلا هوايات او ميول معينة او حاجات معينة او يعني طموحات معينة او احلام معينة تبقي عايزة تحققيها، بس لمجرد احكام الناس او لمجرد ان انت عايزة تتوافقي مع معايير الناس، فتلاقي نفسك بتبعدي عن الحاجات اللي بتحبيها. وبالتالي لما بتعملي ده بيخليكي حاسة طول الوقت بحالة من عدم الرضا. انا ده مش انا، مش ده اللي انا عايزاه، انا لسه ما وصلتش، هو في ايه؟ انت مش فاهمه في ايه، والدنيا مش مظبوطه معاكي، لانك ما بتعمليش الحاجه اللي انت عايزاها، انت بتعملي الحاجه اللي الناس عايزاها. فطبيعي انت طول الوقت حاسه ب... بنوع من عدم الرضا او الاكتئاب او مشكله نفسيه او ضغط نفسي او توتر او خنقه، وانت مش فاهمه هو ده مصدره ايه. فاول حاجه، خليكي على طبيعتك، بس برضو ده مش معناه ان انت تتجاهلي عيوبك. يعني ما تبقيش عصبية وكلامك وحش ولسانك وحش وتقولي انا اللي بيحبني المفروض يقبلني. لا، هما الناس ما لهمش ذنب ان هما يقبلوك. انت المفروض ان انت تحاولي ان انت تغيري من نفسك وتحسني من نفسك في عيوبك دي، يا اما اقفلي على نفسك خلاص. انت مش قادرة تتعاملي مع الناس و... وتغيري من نفسك وبتأذي الناس وبتأذي مشاعرهم. لا، هو الناس ملهاش ذنب انها تتقبل ده. فانك تعترفي بعيوبك وتشتغلي عليها، ده مسؤوليتك انتي تجاه نفسك وتجاه الناس اللي انتي بتتعاملي معاهم، وان انتي تتصرفي ده مع ده بوعي ومسؤولية. تاني حاجة، انك تكوني صريحة مع نفسك، تعرفي حقيقتك، تعرفي ايه الحاجات اللي انتي المفروض تشتغلي عليها، وايه هي نقاط قوتك وضعفك. حاولي ان انتي تتقبلي النقد البناء، وانا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، وان انتي ازاي تفرقي ما بينهم. فمش كل النقد ضدك، في ناس فعلا بتبقى عايزة مصلحتك وعايزة ان هي تشير لك لعيوبك ده عشان الناس التانية ما تشوفهاش. وغالبا مثلا بيبقى ساعات كتير بيبقوا الاب، الام، الاخ، الصديق اللي انت واثقه فيه قوي. فانا اتكلمت في الموضوع بتاع النقد ده في فيديو تاني بيشوفيه. حطي اهداف بسيطه او صغيره للتغيير. يعني ايه؟ يعني انت لو انت عندك مشكله زي العصبيه، حطي لها مثلا
خطة ان انت ازاي تمشي عليها تتخلصي منها. لو انت مثلا غلاطة او لسانك طويل شوية او الناس بتنفر من كلامك او من لسانك، زي ما بيقولوا دبش واصلا اللي في قلبي على لساني، لا دي وقاحة. حاولي ان انت تشوفي طريقة ان انت تغيري ده وتحطي لها برضو خطة. خليكي على طبيعتك ولكن مع وعي. انك تفضلي طول الوقت حاسة ان انت على طبيعتك ولكن بوعي ومسؤولية ان انت بتحاولي ان انت تغيري ده وتحاولي ان انت تقللي ده قد ما تقدري، هيخليكي مش حاسة ان انت بتفيكي حقيقتك. لا، انا بشتغل عليها وبصلحها وبحاول ان انا اتجنب ده عشان بس ما اذيش اللي حواليا او ما اضايقهم. بالنسبه لان انت مثلا بتعملي حاجات او في حاجات انت كان نفسك تحققيها بس اضطريتي ان انت تسيبيها عشان الناس او عشان دي مش متفقه، انا ما بقولكيش مثلا سيبي كليتك وغيريها، سيبي كل حاجه يعني، او اغلب الحاجات اللي خاصه بالنقطه دي ليها حل. يعني مثلا لو انت كنت نفسك تدرسي مجال تاني غير المجال اللي انت فيه بس اضطريتي عشان معايير المجتمع او عشان تراضي الناس، ممكن تاخدي كورسات في المجال التاني اللي انت عايزاه ده. تخصصي تخلي تعملي هوايه ان انت مثلا تمارسيها. آه، يعني ان انت ما تضيعيش شغفك يعني. آم، في النهايه خليكي عارفه ان كل ما زادت الفجوه ما بين نفسك الحقيقيه ونفسك الظاهريه، ده بيسبب لك مشاكل وبيخليكي مش حاسه ان انت مرتاحه، وممكن يوصل لمشاكل نفسيه واكتئاب وحاسه ان انت بعدم الرضا وانت مش عارفه ايه اللي بيحصل. فخليكي على طبيعتك، بس ان انت يكون عندك وعي ان انت ما تضايقيش الناس اللي حواليك، وان انت تشتغلي على نقاط ضعفك او عيوبك ان انت تحسنيها عشان الناس اللي حواليك ما تنفرش منك. ومفيش حاجه اسمها ده انا واللي بيحبني يقبلني ده بلح، مفيش الكلام ده. اخر نقطة، اشتغلي على نفسك عشان توصلي لأحسن نسخة من نفسك. ودي بانك يعني اول خطوة انت تعمليها شوفي كل فيديوهاتي. لو الفيديو ده فادك اتمنى ان انت تبعتيه لكل اللي عندك اللي ممكن يستفاد منه او يهمك امره. وشكرا، مع السلامة.